مساء الخير عليكم يا احلى ناس، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل غدا او عشاء سريع جدا جدا، ياخد 10 دقايق بالظبط، وهيبقى جاهز معاكي حتى لو ما كانش عندك مزاج، وبطريقه جديده. هنعمل جمبري بطريقه جديده، اول مره تنزل على اليوتيوب. اتمنى ان هي تعجبك، ولو ما اشتركتيش لسه في القناه اتمنى ان انت تشتركي عشان يوصلك كل اشعار جديد بالفيديوهات اللي انا بنزلها. ويلا كده نبتدي. انا معايا هنا جمبري 160 جرام، ومعايا دي تندور بهارات وتكة جداد، وادي كده معي نص ليمونة وفلفل احمر وتوم وجنزبيل مفرومين. تمام كده، حط البهارات دي كلها مع بعض على الجمبري. وانا هنا في الفيديو نسيت صلصة، فممكن تحطي نص ملعقة صغيرة صلصة، ويحطي من التندوري بهارات، حطي ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة من الجنزبيل والثوم، ونقلبهم كده مع بعض. والجداد التكة حطي ملعقة ونص لو تحبيها سبايسي يعني، وهنخليها وزي ما قلت لك حطي برضو صلصة، يعني ملعقة صغيرة صلصة، وتخليها في التلاجة لغاية لما تيجي تاكلي. هنجيب الوك بتاعتنا وهنحط شوية زيت حلوين كده ويسخن، وننزل بالجمبري عليها ونقعد نقلب فيه لغاية، طبعا الجمبري اصلا ما بياخدش وقت معانا، فهنقعد نقلب فيه لغاية لما لونه يتغير، كله على نار عالية، مش هياكل زي ما قلت لك، مش هياخد دقيقتين 3 وهيبقى جاهز معانا. فادي كده يعني تقعد نقلب. انا مش هغطيه ولا حاجة عشان الجمبري ما ينشفش معانا وما يبقاش طري خالص وما يبقاش طعمه حلو. المهم هقعد كده اقلب واقلب لغايه لما كله ياخد لون. طبعا انتوا عارفين الجمبري هنا ابتدى خلاص ان هو يطيب معانا، ونجيب الطبق بتاعنا. ممكن هنا ناكله برز لو حابه، او ممكن تعملي زياده اكتر من كده، او ممكن ناكله بعيش، الحاجه اللي انتي بتحبيها يعني متاحه. انا اكلته كده بصراحه، كنت عاملاه على العشاء، كنت جعت فعملته على العشاء، كان حلو او كان سبايسي شويه، بس انا بحب السبايس. وجبت الطبق بتاعي كده زي ما شايفه، ودي فضلة خيرك كان العشاء بتاعي. اتمنى لو الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل لغايه لما نلتقي فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على الف خير ان شاء الله.